صباح الخير. النهارده انا عندي يوم مشغول جدا 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 بسبب الحاجات كتير جدا اللي عليا النهارده واللي لازم تخلص النهارده. اولهم الفيديو اللي المفروض ينزل على القناه الاساسيه اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت بالمناسبه. ان شاء الله الفيديو ده يخلص. الفيديو المشكله فيه ان انا فاضل لي بعض الشوتس اللي محتاج اصورها، بالاضافه الى الايديت بتاعه تقريبا نصه بس اللي خلص او ربعه اللي خلص، ففاضل لي فيه ايديت كتير جدا لازم يخلص. والفيديو ده المفروض هينزل النهارده بالليل، فانا مش معايا وقت كتير وفي ساعتين كهرباء بتقطع، فاليوم النهارده مشغول جدا وزحمه جدا ولازم في حاجات كتير جدا تخلص. ومنها تاني بعد الفيديو ده ان ورايا ايديت صور، ورايا ايديت بعض الفيديوهات اللي لازم تخلص، ورايا ايديت بعض الريلز اللي لازم تخلص. فالنهارده اليوم حرفيا زحمه بطريقه مش مستحمله اي حاجه تيجي تبوظه، ولا مستحمله فعلا اي حاجه تيجي تبوظ اليوم اصلا، مش تبوظ الخطط الموجوده في اليوم او تبوظ التقسيمه بتاعه الوقت بتاعه اليوم. بس الحمد لله ان انا صاحي بدري، فان شاء الله معايا وقت كتير ان انا اقدر اخلص الحاجات دي كلها، فهبدا شغلي من دلوقتي. بس زي ما انتوا عارفين في الكام يوم اللي فاتوا كنا بنعمل فطار مع بعض وكده، ولكن النهارده مفيش اي فطار، فهنخش على الشغل على طول كده من غير اي فطار. هو مفيش فطار او كل حاجه، ولكن مش معنى كده انا مفيش قهوه. عملت قهوه عشان حاجه كده تسليني وانا قاعد شغال، يعني عشان ما ابقاش قاعد زهقان وانا قاعد شغال وكده. فالقهوه يعني حاجه تسليني كده من وقت للتاني وانا قاعد شغال. ببدا شغل دلوقتي لان لازم الفيديو ده يخلص النهارده، لازم يخلص، بمعنى لازم يخلص، مفيش تاجيل اكتر من كده. الفيديو ده لازم يبقى السبب ان انا بقالي تقريبا شهرين ما نزلتش حاجه على القناه الاساسيه، فلازم حاجه تنزل النهارده. فهو الفيديو ده اللي هينزل النهارده. ممكن حد يقول لي يوم تاني، لا انا عايز اثبتها كل يوم حد فيه فيديو هينزل. وانا قاعد دلوقتي كتبت اكتر من فكره، يعني تقريبا بقى معايا 10 افكار. الفيديوهات دي هبدا اصورها من بكره او من بعد بكره بالكتير جدا، او ممكن من النهارده كمان بالليل ابدا اصور الافكار دي في حال ان انا خلصت الحاجات اللي عليا. بالمناسبه انا كتبت التو دو ليست بتاعت النهارده واللي عليها فيها حاجات كتير جدا، يعني ان شاء الله الحاجات دي كلها تخلص بدون اي رغي كتير ومن غير ما اضيع اي وقت اكتر من كده. يلا بينا نبدا شغل. Thin ice, walking on my own. Praying nights, should I let it go? You said that it would change, but you're going home and I'm losing hope. Ba-da-da-da-da. But you would never know. حرفيا انا دلوقتي في مشكله كبيره جدا. المفروض ان الكهرباء بتقطع بعد ساعه من دلوقتي، لكن الكهرباء قطعت بدري ساعه عن الميعاد المفروض تقطع فيه. فانا المفروض في الساعه دي كان في حاجات كتير جدا، او مش حاجات كتير، هي حاجه واحده كانت هتخلص في خلال الساعه دي، فكده كنت هكون خلصت اول فيديو لازم يخلص النهارده. بعد كده الكهرباء هتقعد ساعتين، بعد ما تقعد ساعتين اخلص الفيديو التاني، كده ابقى خلصت اكتر حاجتين لازم يخلصوا النهارده، او الفيديوهات اللي لازم تخلص النهارده. اللي حصل دلوقتي ان الكهرباء قطعت بدري الساعه، فمعنى كده ان هي غالبا هتقعد 3 ساعات، فانا كده اتاخرت كتير جدا عن الحاجات المفروض اعملها. الوقت معايا بقى ضيق جدا، فانا مش عارف بجد ايه اللي بيحصل ده غير ان الجو حر جدا. على امل ان الكهرباء تقعد ساعتين بدل 3، فان شاء الله خير يعني. او لما الكهرباء تيجي اعرفكم ايه قعدت ساعتين ولا 3. بس في الفتره اللي فاتت اشتغلت كتير جدا، انجزت حاجات كتير جدا، بس يا رب الكهرباء تيجي بعد ساعتين عشان الحق اخلص اللي ورايا بدري، او الحق اخلص اللي ورايا اصلا. 5 hours later. 3 ساعات. 3 ساعات، لكن انت تتخيل 3 ساعات عذاب والجو حر جدا. طبعا بص البلكونه اللي ما بتجيبش غير صداع، وفي نفس الوقت بتجيب حر بس ما بتعملش اي حاجه حرفيا، يعني ملهاش اي 60 لازمه اقسم بالله غير انها بتجيب حر بس. بس 3 ساعات، متخيلين معايا يعني ايه 3 ساعات؟ ويعني طب قول لي طيب وانا اعمل حسابي والله، يعني ليه تصفيها عليا مره واحده؟ نزل قول لي والله هفصلها عليك النهارده 3 ساعات، انا مش هتكلم والله، انا مبسوط من الموضوع، انا مش انا راضي يا ابني. المهم يعني هبدا اشوف اللي ورايا دلوقتي عشان الحق اخلصه. بس 3 ساعات كتير جدا والجو حر جدا، انا حرفيا يعني كنت بسيح بمعنى بسيح بجد. وصدعت على فكره، صدعت يعني. دي اول مره في حياتي اصدع من الحر والكلام ده كله. يعني انا فاكر ان انا لما كنت شغال في الصيف قبل كده كنت بشتغل شغلانات يعني تقيله نوعا ما كنتش بصدع بالطريقه دي، بس بصدع اليومين دول بسبب الحر والكلام ده كله. بس عادي يعني، عادي. Countdown, feel the ticking in my ears. No, is it near the end? Fade out till I disappear. كنت بصور دلوقتي اخر جزء في الفيديو بتاع القناه الاساسيه المفروض هينزل النهارده، وخلصت كمان اديت الفيديو ده بعد ما صورت الجزء اللي كان المفروض يتصور. المفروض الجزء ده كان هيتصور قبل ما الكهرباء تقطع، ولكن الكهرباء قطعت بدري ساعه وقطعت 3 ساعات، فده
اجل الوقت وضغطني جدا في الوقت ده، ولكن الحمد لله ان انا خلصت. دلوقتي الفيديو اللي المفروض ينزل على القناه الاساسيه بيعمل ريندر، فاول ما اخلص ريندر هنزل اعمل ابلود. مبسوط جدا ان انا خلصت اديت الفلوج اللي نزل النهارده، خلصت اديت الفيديو ده وخلصت تصوير باقي الحاجات اللي لازم تتصور في الفيديو ده، وفي نفس الوقت قعدت اعمل اديت لشويه صور كانت متاجله، وخلاص الانستجرام هينزل عليه. انا معايا دلوقتي فوق ال 100 صوره جاهزين تقريبا بالظبط، 193 196 صوره المفروض ينزلوا الفتره الجايه. صور كتير جدا اتصورت خلال الفتره الجايه، بورتريه، ستريت فوتوغرافي، كار فوتوغرافي، حاجات كتير جدا المفروض هتنزل الفتره الجايه. فلو انت مش عندي على الانستجرام اللينك تحت، انصحك انت تروح تعمل لي فولو هناك، بسبب في حاجات كتير جدا هتنزل الفتره الجايه. المهم اول ما الفيديو ده يخلص هنزل اعمل ابلود للتو فيديو دول. المفروض ان الفيديو ده كان ينزل بدري عن الوقت اللي هينزل فيه، ولكن بسبب التاخير ده الفيديو هيتاخر كذلك. ولكن اول ما الفيديو يخلص ريندر ان شاء الله انزل، ما تعبش في ابلود الفيديو ده والفيديو اللي المفروض هينزل على القناه دي كمان. وبالمناسبه لينك الفيديو ده هتلاقيه موجود تحت في الديسكربشن، انصحك انت تروح تشوفه بعد ما تشوف الفيديو ده. في انتظار الفيديو يخلص ريندر وننزل بقى في معاناه ان احنا نعمل ابلود للتو فيديو دول. حرفيا مش فاهم ايه الاستفزاز ده. النت كان شغال بعمل ابلود للفيديوهات، في فيديو اترفع منه 50%، فجاه لقيتهم قفلوا النت، مش عارف ليه الصراحه، مش عارف ليه الرخامه دي. فحاليا رايح الفرع التاني، ان شاء الله الفرع التاني يكون مشغل النت يا رب، لان مش مشغل النت انا هتسوح حرفيا يعني. ان شاء الله يكون مشغل، فانا رايح له دلوقتي. حاليا كده الواحد يقدر ياخد نفسه بسبب ان انا خلصت الحاجات الاكثر اهميه، ولكن لسه فاضل لي حاجات كتير لسه ما خلصتش، لسه اخلصها وكده اول ما اروح. ولكن الفرع التاني كان فتح النت اول ما اروح، بعد ما خلصت بالظبط فالنت، فقلت الحمد لله ان انا خلصت وعملت ابلود للحاجات دي وكده. لكن المشكله ان اليوم النهارده ضايق جدا، يوم في حاجات كتير جدا لدرجه ان هو يوم زحمه قوي قوي. ايه تاني كنت اقول ايه؟ نسيت والله. ولكن المهم يعني ان انا مروح اخلص الحاجات اللي ورايا، والحمد لله عملت ابلود للفيديوهات وكده. فيوم زحمه جدا، يوم ضغط جدا، بس يعني راح البيت دلوقتي. Look the other way, we'll meet you face to face. Words they float away when I'm losing the race. 'Cause I can't play this game, 'cause I'm still afraid the things you say, hiding numbers to my days. What if you doubt yourself? انا اكتفيت كده النهارده، خلاص ما عادش في طاقه لاي حاجه. النهارده اشتغلت كتير جدا اكتر من الايام اللي فاتت، هتلاقي عدد الساعات الفعلي مكتوب هنا. ولكن انا بالنسبه لي مش مهم انا اشتغلت قد ايه، ولكن المهم انا انجزت قد ايه. النهارده انجزت حاجات كتير، منها الحاجات البارزه اللي انا انجزتها النهارده هي تو يوتيوب فيديو، الاثنين بجوده كويسه جدا، الاثنين فيهم معلومات كويسه جدا. ما اقدرش انكر ان فيهم غلطات، ولكن بالنسبه للمتفرج العادي هو مش هيلاحظ الغلطات دي، او مش غلطات في المعلومات، هي غلطات في الايديت. بالنسبه لي انا غلطات عشان انا شخص متعمق في الفيلم ميكنج اكتر، فبالنسبه للشخص العادي اللي بيتفرج او الشخص اللي مش متعمق اللي هو داخل يستمتع بالفيديو بس، فهو مش هيلاحظ الاخطاء دي قوي. ولكن انا لما جيت اتفرج على الفيديوهات لاحظتها، فمتضايق نوعا ما، ولكن مش متضايق قوي ان انا انتجت في الضغط اللي انا كنت فيه، وعندك 3 ساعات كهرباء، عندك الدنيا دي كلها. انجزت الفيديوهين دول، فيديوهين كويسين جدا. بالمناسبه تلاقي لينك واحد منهم تحت في الديسكربشن. ولكن الشيء السيء بالنسبه لي ان انا التو دو ليست بتاعتي ما خلصتش منها 3 حاجات. في 3 حاجات للاسف ما خلصتهمش النهارده، مفيش طاقه ان انا اعمل اي حاجه تاني النهارده، فهنام دلوقتي عشان اعرف اصحى بكره واكمل يعني ايامي وكده. يعني اصحى بكره، يعني انام واصحى بدري عشان ما ابوظش السايكل بتاعت النوم بتاعتي وكده. مبسوط جدا ان انا انجزت حاجات كتير النهارده، مبسوط جدا ان انا النهارده اشتغلت كتير. شايف انت الضغط بقى والحاجات دي كلها والايام اللي انا ببقى مضغوط فيها، انا بحب الايام دي جدا جدا جدا، بالرغم ان انا بتعب فيها قوي، ولكن بحب الايام دي جدا بسبب ان انا بنجز فيها كتير جدا عن الايام العاديه. فدي كانت كل حاجه النهارده، اشوفكم بكره، سلام.